غير دستورية. انتهى وقتي تماما. أعزائي المشاهدين، يعني بالفعل لا يجب أن تخسر مصر تركيا. الشعب المصري يحب الشعب التركي، لا خلاف على ذلك. فبالتالي استمرار العلاقات بين الشعوب هي الباقية. خلاف الزعماء أو خلاف القادة، ربما يخطئ القادة لكن الشعوب لا تخطئ. الشعب المصري يحب الشعب التركي، له علاقات تاريخية مع الشعب التركي، سوف تعود العلاقات إلى سابق عهدها وأفضل. لكن ربما التصريحات التي قالها السيد أردوغان دعوة لمجلس الأمن لكي يتم مناقشة الموقف المصري، الهجوم والتطاول على شيخ الأزهر، محاولة حشد الاتحاد الأوروبي ضد الموقف المصري، جعل الشارع المصري في حالة غضب شديد للغاية. أصبح الشعب المصري الآن والتجار المصريين والغرف التجارية وكافة وسائل الإعلام يقاطعون الشأن التركي، يعلمون على سيد أردوغان. وأنا أقول من فوق هذا المنبر بالفعل مصر أبقى من العلاقات مع تركيا. إن كان سيد أردوغان يرى أن مصلحة تركيا في هذا الموقف، نحن في مصر نرفض هذا الموقف تماما. نرفض التطاول على الشعب المصري، نرفض التطاول على الأزهر. نحن نرى مصلحتنا أكثر مما يراها أردوغان. وأقول إن من لا يجيد تمييز الألوان قطعا لن يرى الخطوط الحمراء. هناك خطوط حمراء. الأمن القومي المصري، الوطنية، ضيوف الأعزاء، كل الناس ترى أن مصر خط أحمر، الوطن المصري خط أحمر، لا يجب أن يتم التطاول عليه. نرفض هذا بشدة وبالفعل. ومن فوق هذا المنبر وفي هذه اللحظة أعلن أن هذه الحلقة ربما تكون آخر حلقة لي في هذا التلفزيون TRT العربية. أعلن أيضا أنني أقاطع TRT وكل برامجها كمحلل سياسي وكمذيع في هذه المحطة، اعتراضا مني على عدم حيادية القناة من ناحية، على تصريحات السيد أردوغان من ناحية أخرى. أقول أن أنصاف الرجال ينتجون أنصاف الحلول، والموقف يحتاج إلى حسم. وفي هذه المرحلة اختيار بين الوطن، اختيار بين المصلحة الشخصية، اختيار بين العمل وبين البرنامج. أقول كل هذا يذهب ويبقى الوطنية. وأنا بالفعل أقول لقد أخطأ أردوغان وكان عليه أن يعتذر، لكنه لم يعتذر. ها أنا أعتذر أنا نيابة للشعب المصري كله عن كل ما قيل في حق الشعب المصري. وأنا عار على من لم يعتذر، عار على من يأتي على مصر. وأقول أيضا عار علي إن استمررت في هذه المحطة. الآن أعزائي المشاهدين، هذه إطلالة على حق، إطلالة على حقيقة. دمتم في أمان الله. سلام من الله عليكم ورحمته.